بيبدأ الملخص بتاعنا بمشهد حزين ومؤثر مع بطلتنا الجميلة كيرا، وهي قاعدة بتشرح للينا وبتحكي قصتها المأساوية مع حب حياتها وزوجها يانج، واللي كانوا بيحبوا بعض بجنون من أيام الطفولة البريئة، وعاشوا أجمل قصة حب واتوجت بالزواج. ولكن الفرحة ما كملتش، وبعد فرحهم بكام يوم وهم في شهر العسل حصلت عاصفة قوية وفقدوه في البحر واختفى تماما، وهي حزنت عليه جدا ودخلت في اكتئاب شديد. ولكن بعد سنة كاملة من البحث والأمل المفقود قدرت إنها تلاقيه بالصدفة في مستشفى بعيدة. ولكن الصدمة كانت أكبر لما راحت تجري عليه عشان تحضنه بشوق ولهفة أول لما شافته، وساعتها خلاها تبعد عنه بجمود وقال لها ببرود إن خطيبته بتغير وإنه ما يعرفهاش أصلا. وساعتها كيرا بتعرف الحقيقة المرة إن هو فاقد الذاكرة تماما ومش فاكر أي حاجة من ماضيهم، وإن هو في الفترة دي خطب بنت انتهازية اسمها يونج استغلت وضعه. ولكن كيرا بقلبها الكبير وحبها الحقيقي بتقرر إنها تساعده، ومن غير ما هو يعرف بتتبرع وبتعمل عملية نقل كلى ليانج، لأن دي كانت حاجة ضرورية وهتساعده جدا في إن هو ترجع له صحته وربما الذاكرة. وفعلا العملية بتنجح وصحته بترجع والذاكرة بترجع له جزئيا أو بيحس بتحسن، ولكنه لسه مش فاكرها كحبيبته. وبتجوز يونج ولكن هو قلبه حاسس بحاجة غلط ومعلق بغيرها. ولما يونج الشريرة بتعمل تمثيلية وبتنتحر عشان تكسب تعاطفه، يانج بيصدقها وبيروح لكيرا وبيقولها بأسوأ إن هي السبب في انتحار مراته وإن هو عمره ما هيسامحها أبدا وبيطردها من حياته. ولكن بعدها بفترة قصيرة القدر بيلعب لعبته وبتكون كيرا ماشية في الشارع وهتتخبط بالعربية، ويانج بيفاديها بنفسه في اللحظة الأخيرة وبيرمي نفسه قدام العربية عشان ينقذها. وفي لحظاته الأخيرة والدم بيسيل منه بيقول لها بصوت ضعيف إنه عايز منها طلب أخير، وإن هم لو ليهم حياة جديدة مع بعض في عالم تاني أو زمن تاني تسيبه يعيش مع يونج، ومش عايز إنها تفكره باللي فات وبحبه ليها لأنه بيحبها وبيموت فيها ومش عايز يعذبها معاه وبيموت بين إيدها وهي منهارة. وبعد اللحظة دي وفجأة الزمن بيقف وبترجع كيرا 10 سنين لورا في الزمن، ولكن المرة دي بيكون هو فاقد الذاكرة من بدري جدا قبل ما يتجوزوا وقبل الحادثة. وبتكون هي قاعدة مع والدته في القصر الكبير اللي بتقولها بحنية إن هي ممكن تخليها تتجوز من يانج براحتها وتنفذ وصية العيلة أو تتجوز من حد تاني من العيلة لو هي مش عايزة تعيش مع واحد فاقد الذاكرة. ولكن هي طبعا بتكون فاكرة كل حاجة حصلت في الحياة الأولى وكل الوجع اللي عاشته، وعشان كده بتقرر بقلب جامد إنها تغير المصير ده وإنها مش هتضحي بنفسها تاني وهتبعد عنه عشان تحميه وتحمي نفسها. وبعدها لما بتمشي من عند والدته بتقول بحزن ان يانج في يوم من الايام اكيد هيفوق وهيفتكر كل حاجه، ولما يفتكر هتكون هي كيرا خلاص مش موجوده وضاعت من ايده. ولما بتخرج كيرا من البيت وهي مقرره رحيل بتقابل يانج عند البوابه اللي بيقولها بحده انه عايز يعرف هي كانت بتقول ايه لامه جوه، وان هو عارف ومتاكد ان هي بتزرع الفتنه وسطهم، وان هي مهما حاولت تفرق ما بينه وما بين خطيبته يونج مش هتقدر لانه حبه ليونج اقوى. فبتقول كيرا ببرود عكس اللي في قلبها انها مش مهتمه بيه ولا بخطيبته وبتمشي وتسيبه وهو مستغرب جدا هي ليه بتتعامل كده معاه ببرود على الرغم ان ده مش العادي بتاعها وانها دايما كانت بتجري وراه. وتاني يوم بتوصل هدايا كتيرة جدا وغالية على البيت باسم يانج، وبتكون كيرا موجودة هناك بالصدفة او لسبب عائلي. وساعتها يانج بتعصب ويقول لها انه خلاص زهق من الالعاب بتاعتها وان هو فرحه بعد 6 ايام وهو عارف انها بتحاول تبوظه، ولكن هو يعيشها في جحيم لو فكرت تقرب منه. ولما بتسأله كيرا بذكاء هو ليه عنده القناعة الثابتة دي ان هي هتتجوزه وانها هتموت عليه، مش يمكن والدته تغير العروسة او هي ترفضه. بيقول لها يانج بغرور ان مستحيل حد غيرها يتعب عشانه ويستحمل قرفه عشان يتجوزه، وبيحاول يخنقها من رقبتها وبيقول ان هي انانيه وعايزه تملكه. فبتضربه بالقلم على وشه عشان يفوق وبتطلب منه يسكت شويه ويحترم نفسه وبتمشي. وساعتها بترن على الدكتور الخاص بحالته وبتلغي العمليه الخطيره اللي هي كانت المفروض تعملها وتتبرع فيها عشان تنقل الذاكره او تساعده. ولكن تاني يوم بتعرف من الخدامه اللي بتنقل لها الاخبار ان الدكتور دلوقتي قرر انه هيعمل له عمليه بديله وخطيره جدا يرجع بيها الذاكره، وهي عن طريق انعاش جسمه بالكهرباء والصدمات، ولكن دي ممكن تموته. وهي بتخاف عليه جدا وبتجري على المستشفى وبتحاول توقف العمليه وتقتحم الغرفه. وطبعا هو بيكون متعصب جدا انها دخلت وبيقول بصوت عالي ان هو مش عايز منها حاجه وان هو يفضل يحب يونج في كل الاحوال حتى لو مات. ولكن هي بتكون عارفه ومتاكده ان ده مش هيحصل لو هو رجع له الذاكره وانه هيندم، وعشان كده بتفصل الكهرباء من الجهاز وبتقول بجمود ان هو دلوقتي هيكون حر يختار اللي هو عايزه. والدكتور بيسالها بذهول اذا كانت فعلا عايزه توقف العمليه وتخرج يانج منها لان كده تعبها كله وتجهيزاتها هتروح على الفاضي وممكن ما يرجعش لطبيعته، بس هي بتقول انها مش مهتمه وبتمشي وتسيبهم. وتاني يوم بتروح يونج الشريرة عند كيرا في بيتها وبتقولها بتمثيل وبكاء ان هي مستحيل تعيش مع غير يانج وان هي بتحبه جدا، يعني هي لازم تبعد عنه وتسيبه لها. فبتقول لها كيرا ببرود انها طبعت بطاقات زفافهم هما الاتنين وان هي اصلا مش عايزاه وان الطريق مفتوح قدامها. ولما بتكون كيرا هتمشي يونج بتمسكها من ايدها وبتقولها بخبث ان هي اسفة على اللي هي تعمله حالا، وبتزق كيرا بعيد عنها بقوة وهي كمان بتمثل وبتقع على الارض وبتصرخ بصوت عالي عشان تلم الناس، وحرفيا بتطبق مثل ضربني وبكى
كيرا سبقني واشتكى. وساعتها يانج طبعا بيسمع الصريخ وبيروح على يونج على طول بيحضنها وبيطمن عليها، وكمان بيضرب كيرا بالقلم وبيزقها بعنف، ولكن لما بيضربها ودماغها بتتخبط في الترابيزه وطبعا بتتعور وبينزل دم. بيجيله فلاش باك سريع وبيفتكر زمان انه كان بينقذها من اي حد يقرب لها وانها كانت غاليه عليه، وساعتها بيزق يونج بعيد عنه وبيندى على الخدم بصوت عالي عشان يلحقوا كيرا ويجيبوا الاسعاف. وبعدها بيقعد عند رجل امه اللي بتضربه بالعصايه وبتساله بغضب ازاي قدر انه يضرب كيرا اللي كانت اقرب حد له، وان هي تعتبر بنت العيله ومتربيه معاهم من وقت لما كان بيغرق لما كانوا اطفال، وهي اللي انقذته وضحت بحياتها وكانت هتموت بسبب الانقاذ، وبقى عندها كمان تروما وعقده نفسيه من البحر بسبب انقاذه. وساعتها يانج بيحس بالذنب وبيقول ان هو ممكن يتجوزها عشان بس خاطر الموقف ده ورد الجميل، ولكن بيقول بعند ان قلبه هيكون ملك يونج على طول ومش هيحب كيرا. فبتقول له امه بحسره ان هو مغفل وفي ضلاله، ولكن في يوم هيفوق ويندم وبتطلب منه يمشي من قدامها، ولكن لما بيقعد مع يونج بتفضل توسوس له وبتقول له ان هو اكيد قلبه مش هيطوعه ويتجوز واحده غيرها، وان امه بتضغط عليه. ولما بيقول ان هو مضطر يعمل كده عشان هو مدين لكيرا بحاجات كتير، بتقول يونج بخبث ان هي بتلعب بدماغه وبتهيأ له حاجات اصلا مش موجوده وان دي قصص وهميه، ولكن هو حر يعمل اللي هو عايزه. ولكن فجأة الكلب الصغير بتاع كيرا بيخش عليهم الأوضة، وهي يونج بتمثل إنها خايفة جدا ومرعوبة، ولكن لما بتعرف إن ده الكلب بتاع كيرا بتقول بشر إن هي عندها فكرة جهنمية إن هما يزعلوها جدا عليه ويحرقوا قلبها ويطبخوا الكلب وياكلوه. وفعلا بالليل لما بتيجي كيرا بتشوف يونج معاها طبق لحم ريحته غريبة جدا، ولما بتعرف إن ده الكلب بتاعها بتبقى هتتجنن وعايزة تخنقها وتقتلها، بس يانج بيجي في اللحظة دي وبيلحقها من إيدها. ولما بتقوله بانهيار ودموع إن الكلب ده هو اللي جابه لها هدية وإن هي بتعتبره كل عيلتها وناسها، بيقول لها يانج بقسوة وبرود ان ده مجرد كلب وان هي بتكبر المواضيع، يعني مش مستاهله كل الزعل ده. وبعدها بيكون يوم فرح يانج المنتظر، والمعازيم بتكون مستغربه جدا وبيتهمسوا لان اسم العروسه مش بيكون موجود في الدعوات ولا في القاعه، وبيقولوا ان هما مش فاهمين ازاي فرح من غير عروسه معروفه. واول لما العروسه بتوصل بفستان الفرح بتكون يونج، ويانج بيستغرب جدا ان هي مش كيرا، ولما بيسأل امه هي عملت فيها ايه وفين كيرا، بتقول له يونج بدلع ان هي اللي طلبت منها تيجي على الفرح وان كيرا اتنزلت. ووالدته بتقول بقلة حيلة ان دلوقتي الحلم بتاعه بيتحقق وان هو لازم يخلص الفرح ده بسرعة عشان الفضيحة. ولكن هو بيلبس يونج الخاتم في الكوشة، بيفتكر لحظات ومواقف لما كان مع كيرا وبيجيله صداع وبيقول ان هو مش هيعرف يتجوزها لان الذاكرة بدأت انها ترجع له، وان هو افتكر ذكرى مهمة جدا ليهم سوا وان قلبه مش مرتاح. ولكن والدته بتقول بحزن ان هو اصلا مش هيقدر يلاقي كيرا دلوقتي لان هي سافرت بره البلد واختفت. وبتقول يونج بالحاح ان هي مش عايزة شكلها يكون وحش قصاد الناس وان هو ممكن يتجوزها دلوقتي صوري، ولما ترجع كيرا يبقى يفكر هيعمل ايه ويقرر. وبيوافق يانج على الموضوع ده تحت الضغط، وفعلا بيلبسها الخاتم وهو مش حاسس بأي فرحة. وبتكون كيرا في الوقت ده سافرت بعيد عند شخص اسمه فوكسي، وده بيكون رجل اعمال وسيم جدا وثري، والمفروض يعني ان هو شغال مع عائله يانج بقاله كتير وعارفها معرفه شخصيه وبيحبها من زمان. واول لما بيشوفها في المطار بيقول ان هي اكيد تعبانه من السفر، وبيطلب من المساعد بتاعه انه يندى على الخدم اللي بيجيبوا هدايا كتيره جدا وشنط بتكون عباره عن مجوهرات غاليه جدا والماظ وعقد شراكه ب5 مليون كهديه ترحيب، وكمان مفتاح بيت فخم في المدينه اللي هي لسه نازله فيها، وبيقولها بوضوح ان عايزه تكون مراته وشريكه حياته. ولما بتقول باستغراب ان هي لسه عارفاه وهو كمان عارفها دلوقتي، بيقول بابتسامه غامضه ان هي دي مش الحقيقه لانه عارفها من بدري جدا وهيحكي لها بعدين القصه. وبعدها بنشوف اول ليله لكيرا وهي في البيت عنده، وبتقول لنفسها انها مش مستوعبه ان الراجل ده هيكون جوزها بالسرعه دي وان حياتها اتغيرت. اما يانج طول الليل بيفضل يتصل بيها وموبايله في ايده، بس التليفون بتاعها بيكون مغلق او غير متاح، وبيكون قلقان عليها جدا ومش عارف هل هي لسه في الطياره ولا وصلت ولا حصل لها حاجه. وبعدها بيسمع الخدم في القصر وهم بيتكلموا عليهم وبيقولوا ان هو شخص مش امين تماما ولا يؤتمن لان دي كانت حب حياته، وفجاه قلب عليها وباعها عشان واحده رخيصه. ولكن هو طبعا مش بيعجبه الكلام وبيزعق فيهم وبيطلب منهم يروحوا ينظفوا المطبخ عشان يبعدوا عنه وما يسمعش الحقيقه. وبعدها بتيجي يونج بتبدا انها تتعصب عليه وبتقول بغيره انه مش بيحبها وانه لسه بيفكر في كيرا، بس هو بيحضنها عشان يسكتها وبيقول ان هو بيحبها وعارف ان هو كان غلطان في اللي حصل، ولكن هو الذاكره بتخونه وبيوعدها ان هو هيعمل لها شهر عسل حلو جدا عشان يعوضها. ولما بيمشي بتقول يونج لنفسها بشر ان ولا واحد ولا مليون شبه كيرا تقدر انها تفرقهم من بعض لان هي زي الطاعون وهتفضل لازقاله. وتاني يوم بنشوف كيرا وهي مع فوكسي قاعدين مع بعض في كافيه شيك بيتكلموا، وبتوصلها رسائل كتير من يانج بيقول فيها انه عارف ان هي زعلانه ولكن هو عارف غلطه وان هو بيطلبها ترجع وتسامحه. ولكن هي بتقول لفوكسي بجديه ان هي قفلت الصفحه دي تماما وبتعمل له بلوك قدام عينه. ولما يانج بيحاول يبعت لها رساله تانية اعتذار بيلاقي ان هي عملت له بلوك، وبيستغرب جدا من الحركه دي وانها عمرها ما عملتها، ولكن مش بيتكلم ولا بيقدر
يقدر يعمل حاجة لأن يونج بتكون جنبه ومراقبة كل تصرفاته. وبالليل بتكون كيرا مع فوكسي في الشارع رايحين عشان يتعشوا في مطعم رومانسي، وبتسأله بصراحة إذا كان عنده مانع إنه ممكن يكون في قلبها شخص غيره ولسه بتفكر فيه حتى لو بنسبة 1%. فبيقول لها فوكسي بتفهم وحب إن من الطبيعي جدا إن كل شخص يكون عنده ماضي وذكريات، وإن هو مش هيكون زعلان تماما من حاجة زي دي طالما هي معاه دلوقتي. وبيكون يانج بالصدفة في نفس المنطقة اللي هم فيها وبيلمح لهم من بعيد وهم ماشيين سوا، ولكن لحد لما بيروح يجري عليهم مش بيلاقيهم. ولما بيرجع يانج على البيت بيلاقي إن هو عايز يخش أوضتها القديمة عشان يشم ريحتها، ولكن مش بيعرف لأنها بتكون مقفولة بالمفتاح. وبيعرف من الخدمة إن هم مش معاهم المفاتيح بتاعتها، كيرا قفلتها قبل ما تمشي، فبيكسر الباب بعنف وبيخش يلاقي إن الأوضة تعتبر فاضية تماما من أي حاجة شخصية. وبتقول له الخادمة إنها جمعت كل حاجة وذكريات في الصندوق الكبير ده. وأول لما بيفتحوا بيلاقي تذاكر طيران قديمة وملاهي وحاجات كتيرة جدا وصور ليهم كانوا فيها سوا ومبسوطين. وساعتها بيبدأ إن هو يفتكر ومضات ولحظات ليهم مع بعض وهم بيتفرجوا على الألعاب النارية وغيرها. وساعتها بيخش في حالة نفسية صعبة جدا وانهيار، وبيقول إن هو مش فاهم إزاي كان معاها وإزاي كان مبسوط، وفجأة قلبه بقى قاسي عليها ونسيها. فبتقول الخادمة بحزن إن ده السبب إن هي مشيت لأنها يأست منه، بس هو بيتعصب عليها وبيقول إن أكيد دي خطة من كيرا عشان تفهمه إن هي كانت قريبة منه وتلعب بمشاعره. وبينزل يجري عند والدته بيسألها بلهفة هي راحت فين وسافرت فين، فبترد بورود إن هي مش عارفة، ولكنه بينزل على ركبته قدامها وبيترجاها وبيقول لها إن هو فعلا عايز يعرف هي فين. فبتقول إن هي اتجوزت من فوكسي قريبهم وسافرت معاه. فبيقول لوالدته إن أكيد هي اللي أجبرتها على الجوازة دي، بس هي بتقول إن هي اللي اختارت بنفسها لأن هو كان سيء معاها جدا وقاسي. فبيقول إن هو أكيد مش وحش للدرجة دي، بس هي بتقول إن هو كان وحش معاها للدرجة دي وأكتر. وساعتها بيبدأ إن هو يلوم نفسه وبيقول إن هو السبب في كل حاجة وحشة حصلت، وبيروح يسأل الدكتور عن العملية اللي كان هيعملها. فبيقول له الدكتور الحقيقة إن كل ده كان مدبر من كيرا، وإنها كانت هتعرض حياتها للخطر عشان ترجع له الذاكرة عشان يتجوزها، بس في النهاية هي اللي رفضت برضه العملية عشان خافت عليه. ولما بيطلب منه يرجع الذاكرة له دلوقتي بيرفض الدكتور وبيقول إن ده كان طلبها الأخير قبل ما تسافر، إن هو يفضل في حياته الجديدة من غير ما يفتكرها عشان يعيش مرتاح. وده طبعا بيخلي يانج يحس بالذنب جدا والندم، بس الدكتور بيوقف يانج عند حده وبيطرده بصرامة من المكتب وبيقول له امشي من هنا دلوقتي، أنا مستحيل أساعدك ترجع ذاكرتك بالطريقة الخطيرة دي، خصوصا إن كيرا رفضت تماما وقالت كلمتها الأخيرة. وفي اللحظة دي مساعد يانج بيدخل وهو بينهج ومقطوع النفس وبيفجر مفاجأة من العيار التقيل، وبيقول إنه قدر يوصل لمكان فوكسي اللي كيرا هربت عنده. والمصيبة الأكبر إنه اكتشف إن فوكسي ده يبقى أغنى راجل في المدينة كلها وأكبر شريك ليهم في شركتهم، ونفوذه واصل للسماء ومحدش يقدر يقف قصاده. ولما يانج بيسمع الكلام ده نار الغيرة بتولع في قلبه وبيقول أنا لازم أروح له فورا وأواجهه وجها لوجه. ساعتها المساعد بيترعب وبيحاول ينصحه بحرص وبيقول له بلاش تهور يا باشا، احنا مش قد فوكسي ومشاكله ممكن تهد شركتنا فوق دماغنا. بس يانج ركب دماغه وصمم بعناد غريب إنه لازم يروح، وفعلا بيركب عربيته وبيطير على هناك بأقصى سرعة. وأول لما بيوصل بيقابل كيرا بيقف قدامها مكسور وندمان والدموع في عينه، وبيقول لها بصوت مبحوح أنا دورت عليك كتير قوي عشان ألاقيكي وعرفت غلطتي خلاص، وانت أكيد أنقى وأصدق حاجة في حياتي كلها. وبيحلف لها إنه مش قادر ينساها وإنه افتكر كل حاجة كانت بينهم وكل لحظة حب عاشوها سوا. بس كيرا بترد عليه بجمود وبهرود أعصاب وبتقول له انت افتكرت كل ده في الوقت الضايع ومتأخر جدا، لأن أنا خلاص بقيت ست متجوزة وعلى ذمة راجل وعايشة حياتي مبسوطة ومرتاحة مع فوكسي. وبتقوله بسخرية روح اتجوز يونج زي ما كنت بتخطط وعايز. ولما يانج بيرد بلهفة وبيقول لها انا غيرت رأيي ومش عايز غيرك، بترد عليه بحدة وبتقول له انا مش لعبة في ايدك ولا تحت امرك، تيجي لي وقت ما تحب. ولما بيحاول يقرب منها غصب عنها ويمسك ايدها فوكسي بيتدخل زي الاسد ومش بيسكت وبيديله بوكس في وشه ويوقعه على الارض وبينده للامن والحراس عشان يرموه بره القصر زي الكلب. ولما يانج وهو مرمي على الارض والدم سايح على وشه بيبص لفوكسي بتحدي وبيقول له انت ممكن تاخد جسمها وتتجوزها بس مستحيل تملك قلبها، لان قلبها وقلبي مربوطين ببعض من سنين وانت ما تعرفش هي ضحت بايه عشاني. ففوكس بيرد عليه ببرود وثقه وبيقول له انا مش مهتم بالماضي بتاعك. وكيرا بتكمل عليه وبتقول له انا ندمانه على كل التضحيات دي. وساعتها يانج بيتاكد انها بطلت تحبه فعلا وبيخرج مع الامن وهو مكسور ومنهار. ولما بيرجع البيت بيسال عن يونج عشان ينتقم منها، الخدامه بتقول له انها قاعده مع امها في اوضتها. وفي الوقت ده يونج بتكون في حاله هستيريا وبتكسر في العفش والتحف وتصرخ في وش امها وبتقول لها انا عملت المستحيل عشان اكسبه، حتى دبرت له الحادثه عشان يفقد الذاكره وينسى كيرا. ويانج بيسمع الاعتراف الخطير ده وهو واقف ورا الباب. والام الشيطانيه بترد عليها وبتقول لها بعد كل المجهود ده ما ينفعش نخسر، لازم يقع في حبك غصب عنه. ويونج بتعترف انها كانت بتحط له مخدر في العصير كل يوم عشان تسيطر عليه وهو مش في وعيه، بس الخطه فشلت وكانت دايما بتتبلى على كيرا بالكذب. ويانج الغبي كان بيصدقها ودي الحاجه الوحيده اللي نجحت فيها. ويانج بره بيسمع كل كلمه وهو مصدوم ومنهار انه كان مغفل للدرجه
للدرجة دي، وبيفتكر كل مرة كذب فيها كيرا وأهانها وهي كانت صادقة ومظلومة. ساعتها يانج ما بيستحملش وبيكسر الباب عليهم فجأة، ويونج بتمثل البراءة وبتجري عليه وبتقول له انت وحشتني قوي وكنت قلقانة عليك. ولما بيسألها ببرود ليه عملتي كده، بتعمل نفسها عبيطة وبتقول له مش فاهمة بتتكلم عن ايه. فيانج بيسخر منها وبيقول لها انت ممثلة هايلة بس فاشلة في التخطيط. ولما بتحاول تمثل انها بتحبه بيضربها بالقلم على وشها ويصرخ بصوت مرعب وبيقول لها انا سمعت كل قذارتكم من الاول وانا معجب باسلوبك الوسخ في خداعي، بس من النهارده انت بره حياتي. وبيخنقها بايده وكان هيموتها بس ساب رقبتها في اخر لحظه وقال لها انا مش هقتلك عشان تعيشي وتدوقي العذاب وتتمني الموت كل يوم زي ما عذبتيني. وبيؤمر رجالته يرموها هي وامها بره البيت، وقبل ما تمشي بتبخ سمها وبتقول كلام يوجع عن كيرا والماضي، فبيخليه يفتكر حاجات كتيره مره واحده وذاكرته بترجع زي السيل، وده بيتعب جسمه جدا وبيخليه يرجع دم ويقع من طوله. وبيطلب من الحراس بضعف انهم يبعدوها عنه ومش عايز يشوف خلقتها تاني. ولما بنشوفه في المستشفى الدكتور بيطمن امه ان دي ازمه وهتعدي لما الذكريات تستقر، بس مش ضامن حالته النفسيه لما يصحى. واول ما يانج بيفوق من الغيبوبه بيقول لامه بضعف انا لازم اروح ارجع كيرا وهبوس ايدها ورجلها عشان تسامحني لاني افتكرت كل تضحياتها. ولما بيخرج من المستشفى امه بتبعت رساله لكيرا تحذرها ان ابنها جاي يصالحها. ولما يانج بيوصل عند بيت كيرا وبيقعد على ركبته في المطر يترجاها، رئيس الخدم بيخرج له ببرود وبيديله ورقه فيها رساله من كيرا بتقول له امشي واحفظ كرامتك لانها مش عايزاك. فيانج بيصرخ وبيقول مستحيل دي تكون رساله منها، هي عمرها ما كانت قاسيه كده. وبيحاول يقتحم البيت بالعافيه بس الحراس بيرموه في الشارع. وتاني يوم بنشوف حفله فخمه معموله مخصوص عشان خاطر كيرا، وفوكسي بيقدم لها بوكيه ورد كبير ودبدوب قديم، وكيرا بتتاثر وبتقول الدبدوب ده ضاع مني من 7 سنين. ففوكسي بيفكرها انه كان مصاب بطلق ناري في الشارع وهي اللي انقذته ودوته واحتفظ بالدبدوب كذكرى منها. ومن يومها وهو بيراقبها من بعيد وبيحبها في صمت، بس احترم ارتباطها بيانج وعمره ما قرب منها. وبعدها بيتقدم لها للجواز رسمي قدام الكل وهي بتوافق وبتقول نعم، بس يانج بيطب عليهم زي المجنون وبيتخانق مع فوكسي، والمعازيم بيخافوا وبيقولوا ده جاي يخطفها. ولما يانج بيصرخ وبيقول هي بتاعتي انا وبس، فوكسي بيرد بجديه وبيقول له شكلك خدت عليا زياده وانا اتهونت معاك كتير. بس يانج بيسكته وبيطلع خواتم الجواز القديمه وبيقول لكيرا انا عايز اوفي بوعدي واكمل معاك العمر كله. فكيرا بترد بوجع وبتقول له انا وفيت بوعدي كتير وقفت جنبك، بس انت اللي كنت بتنكر فضلي وبترميني. وبتوري له دبله فوكسي في ايدها وبتقول له انا ست متجوزه والموضوع انتهى. ولما يانج بينهار وبيترجاها تسيب فوكسي ويقول لها هكون خدام تحت رجليكي، فوكسي بيرد وبيقول مراتي حره ومش ملزمه تسامحك. فيانج بيعاند ويقول 10-20 سنه ما تتقارنش ب3 شهور مع فوكسي، وكانوا هيضربوا بعض بس كيرا وقفت بينهم. ويانج افتكر انها خايفه عليه وفرح، بس اتصدم لما لقاها ضربته هو بالقلم وقالت له بحده حق جوزي فوكسي مش هسيبه ومحدش يهينه. وبعدها بنشوف يونج الشريره بقت مشرده في الشارع وبتتفرج على فرح كيرا في الاخبار وبتغلي من الغل وتقول هي السبب في خراب بيتي، ولو كانت بعدت عن يانج ما كانش سابني ودلوقتي لازم انكد عليها فرحتها. وبنشوف كيرا مبسوطه مع فوكسي ويانج بيراقبها من بعيد بقلب مكسور وبيقول للمساعده المهم تكون مبسوطه، وكان هيمشي بس سمع صوت حركه غريبه ولما رجع لقى شال كيرا على الارض. وبنشوف كيرا مخطوفه في مصنع مهجور ومربوطه ويونج واقفه قدامها بجنون وبتقول لها انا خسرت كل حاجه ومش باقي على الدنيا وهقتلك. وبتبدا يونج تلوم كيرا على كل مصايب حياتها وبتقول بفلسفه مريضه ان القوي هو اللي بيغير قدره وان قدري اني اقتلك واخلص منك. وقبل ما تغرز السكينه في قلب كيرا يانج بيوصل في اللحظه الاخيره وينقذها، وكيرا بتفتكر ان حتى في الزمن ده هو اللي انقذها زي زمان. ويونج بتشوفهم واخدين بعض بالحضن فبتقول بشر انا هموتكم انتوا الاتنين واريح العالم منكم. وقبل ما تلمسهم فوكس بيوصل مع الشرطه وينقذ الموقف وياخدهم على المستشفى، والدكتور بيقول لهم يانج حالته خطيره وممكن يموت. وكيرا بتعيط وبتقول لفوكسي ده بسببي، فبيقولها بحب انت بريئه ده قدره. وبعد ساعات يانج بيخرج من العمليات والدكتور بيطمنهم، واول لما يانج بيصحى بينادي على كيرا وبيفرح لما بيشوفها، بس فوكسي بيوقفه وبيقول له انا ممتن لانقاذك لمراتي بس ده مش مبرر تقرب منها. فيانج بيترجاه يكلمها 5 دقايق بس، وفوكسي بيوافق عشان واثق في مراته. ولما بيخرجوا يانج بيصارحها بيقول لها انا شفت كل حاجه في الحلم وعرفت اننا كنا متجوزين في حياه تانية واني كنت وحش معاكي وفهمت ليه بعدتي عني، بس بيوعدها انه هيعوضها لو رجعت له. بس هي بترد بابتسامه حزينه وتقول له الوقت فات وانا خلاص مش بحبك ولقيت الحب الحقيقي مع فوكسي. ولما بتخرج يانج بيجري وراها وهو بيعرج وبيقع على الارض وبيمسك ايدها وبيقول لها امنيتي الاخيره تكوني معايا، بس هي بتفتكر امنيته في الحياه الاولى لما قال لها سيبيني مع يونج، وبتقول له انا واثقه انك هترجع تنساني وتاذيني تاني ومش هقدر اعيش في الرعب ده. وبتمشي وتسيبه قاعد على الارض يبكي على الاطلال. وفوكسي بيكون مستنيها في البيت بقلق، ولما بتتاخر بيقول لمساعده بيأس شكلها اختارت الحب القديم وانا مش هلومها عشان بحبها، بس فجاه بيلاقيها جنبه بتعتذر على التاخير وبتقول له انا جعانه وعايزه اكل معاك. فبيفرح جدا وبياكلها بايده، وفي
وفي النهاية بنشوف يانج قاعد مع أمه في العربية وبتقول له أنا عرفت مكانك من كيرا، هي اللي اتصلت وقالت لي، وبتديه خاتم الخطوبة القديم وبتقول له الخاتم ده كان جنب صورتك وانت مفقود في البحر، لأننا كلنا فقدنا الأمل إلا كيرا كانت مؤمنة إنك عايش. ويانج بيقول لأمه بوجع أنا هعيش بذنبي طول عمري لأني ضيعت الجوهرة الحقيقية. والمشهد الأخير بنشوف كيرا مع جوزها فوكسي ومبسوطين ومكملين حياتهم في سعادة وهنا.